شكو ما راح يبطلني. يبطلك؟ كنا راح نبطل. ضحكتني يبطلك. حبيبي استاذ سلومي نفسه راح يبطل. حكيت وياه شيء؟ احكي وياك. خير ست دلال، البشري اشتغلتي؟ هي انا اشتغلت يوم الاثنين ان شاء الله اداوم. يوم الاثنين؟ اي. بهذه المناسبة أنا عازمكم مع العشاء. انتي ولطفي ودولاب، انت ما تجي. قل لي انت شايفه فيلم اسمه اللئيم؟ يشبهك الممثل يشبهك. استاذ بلبل اعتبر العشاء واصل، بس قبل العشاء اريد احكي وياكم كم كلمه اذا امكن. عيوني احكي قد ما تقدري تحكي. بالنسبة لي يعني اليوم باقي هنا، باقي لك هنا وعيونك. استاذ بلبل انا قلت احكي وياكم مو احكي وياك. اكو فرق. استاذ لطفي؟ نعم. ممكن اعرف شنو اللي نحتاجه على نسوي الاوبريت عدا الفلوس طبعا. عدا الفلوس؟ اي نعم. عدا الفلوس نحتاج لنا فد $100,000. استاذ لطفي انت العاقل اللي بيهم. عدا الفلوس ايش نحتاج؟ هذول يخلون عقل بيا يعني دلال. الله يساعدك صح. نحتاج ممثلين، نحتاج ولو هسه قدمنا احنا على اعلان ودا يجونا ممثلين هوايه، بس اهم شيء شكل الاوبريت انا ليه هسه ما شايفه. لويش؟ لان سيد بلبل افندي قال هو راح يكتب الاوبريت وانا ليه هسه ما شايف كل شيء من عنده. قول لي انت ايش قد كاتب من عنده سيد بلبل؟ حبيبي انا كاتب سطرين وبس. وش دعوه غاط نفسك وكاتب سطرين وبس؟ مو بيدي. مو بيدك. مو بيدي لطفي، مو بيدي. الكتابة هي مزاج. إذا ماكو مزاج ماكو كتابة. أنت تكتب لازم تعيش حالة حب، حالة حب. وشلون ما دا أشوف أنا أعيش حالة دا أعيشها هالأيام. بما انك بدك تعيش حالة حب يا استاذ بلبل. نعم. ممكن تعطينا فكرة ولو بسيطة عن الاوبريت اللي كاتب لنا سطرين؟ الاوبريت اللي كاتب لنا سطرين. الفكرة مو صحيح يا استاذ لطفي؟ الله صدق انطينا بس فكره عن الاوبريت. بلكي احنا نساعدك بيه ونكمله. بلكي الفكرة طبعا. مشكلة الفكرة اي طبعا. قصة الاوبريت. الاوبريت اريد فكرته. بالضبط. شوف الفكرة هي انه البطل يحب البطل. بس الأماية على مود أطفال العراق، والحصار على فلسطين، والقذافي والجولان، وحركة طالبان، وإيران وباكستان، والأراضي المحتلة. الأراضي المحتلة، والما يزرع ناخذ قاعة، والما يزرع ناخذ قاعة، والما يزرع ناخذ قاعة. هذا راح يصير حرب عالمية ثالثة؟ لك شنو ايران، باكستان، حركة طالبان، ايش دخل انت؟ ما عندك شيء تقول؟ ما عندي. لطفي انت ما تقول لي تضيع وقت ويا هذا الهيبي. ودا اقول لك انا عندي اوبريت حاضر ومحضر. اذا سمعت خسارة. ها دولاب انت كاتب اوبريت؟ عندي وعيون الست دلال، بس ما حد يعطيني فرصة حتى اسمع لهم اياه. لا لطفي لا انت غلطان. اذا نعطيه فرصة خلنا نسمعها هسه. ما سامع المثل اللي يقول احجارة المد عجبك تفتش خير. انا حجارة ست دلال؟ لا سوري. لا اشياء قوية. اشياء قوية. اشياء قوية. انت حجارة انت يا حجارة، انت صخرة الانتحار انت. استاذ دولاب ممكن تعطينا استاذ بلبل لا تشمت هوايه، هسه راح يعطينا فكره عن الاوبريت استاذ دولاب اذا امكن. بصراحة الاوبريت مالي هو على شكل لوحات. لوحات؟ اي لوحات. جدا. لوحات؟ اتحداك لو تنطيني لوحة واحدة من هاللوحات. تعرف شنو يعني لوحات استاذ بلبل؟ يعني معناته هذا راح يسهل علينا كل شغلنا، يعني اوبريت منظم. هاللوحات معودة هاللوحات. فنسمع عاد. نسمع. 3 إلى 4 لوحات، كل وحدة تحكي فرد قصة، وإن اختلف الحدث والزمان والمكان فالعذاب واللوعة هو واحد. الله. وإن اختلف الحدث والزمان والمكان فالعذاب واللوعة هو واحد. هاي منين بايقة ملعون؟ ولوش عذاب؟ ليش مو فرح؟ اكو فرح. اكو فرح بس مو كل الحدث. ليش؟ لان اصلا الحياة هي مو كلها فرح. لازم يكون شوية اكو حزن.
هذا شنو هذا؟ الله دولاب. هاي انت وين كنت مضمون؟ مثقف وشاعر شايف شلون اسلوب لطيف. هذا الحكي استاذ بلبل. حكي تفضل استاذ. كمل. بصراحه هي اللوحه تكون على شكل سوق بغدادي قديم. سوق بغدادي قديم. فيدخلون بالسوق موجود ابو القهوه، موجود مثلا اللي يبيع العطار، ابو المخضر، ابو اللبلبي، فتح فال، هاي كلها موجوده بالسوق. طبعا هاي تبقى حسب تصورات المخرج وش قد هي قابليه الابداع عنده. جميل. كمل. طبعا هذا الكلام اكو ناس ما يفتهموه. فيدخلون ثلاثة للسوق اللي هم اللوحات، اللي هم ذول الزمان، يدخلون حالتهم تعبة، يعني صعبانين على أهل المكان الموجودين. طبعا. فيقوم واحد من أهل السوق ويسألهم على شكل شعر، ويقول لهم الذول الثلاثة شنو قصتكم يا اخوان؟ ايش سوى بيكم هالزمان؟ الله. احجوا لنا علمونا الدرس، الدنيا اشكال الوان. الله. جميل. جاوبهم واحد من دول الثلاثه ويقول لهم بلوتنا بلوه كبيره جت كلها من النسوان. شكرا. عالمية هذه. واسد اقول لك انت شاعر ومثقف ما يخالف، بس ممكن احكي لك كلمه بسيطه. اني هي على على عنادك هو حرق بفادك. تفضلي. هاي منو كاتب الاوبريت؟ انت لو المخرج التلفزيوني اللي قلت لي عليه؟ اني كاتبه وعيوني الدلال. اني تكذب علي؟ لا انت مين عرفتي؟ عمو سلومي قال لي هذا يشتغل فراش وهذا مخرج وهذا بلبل افندي الملحن. تكذب علي يا دولاب؟ تعرفين ايش قد انا احب العم السلومي. زين مو مشكله، بس انت حقيقه مثقف جدا وشاعر، وفعلا انا بديت احترمك شوي زياده. على عنادك على عنادك على عنادك. انشقوا كل شيء معك سلام. كل شيء. انا لا كل شيء معك، بس استاذ بس تحتاج مني شيء؟ لا. الاوبريت مكمله؟ حبيبي انا الاوبريت كامل ومكمل، بس اريد اقول لكم شيء واحد. انا اذا ما مثل بالاوبريت ما انطي الاوبريت. هي مو مشكله، نحكي لك ويا المدير وهو يخليه يجانب. المدير ما راح يوافق، انا اعرف ما راح يوافق. دولاب اذا ما يوافق ما اقدر اسوي شيء، هاي مو بيدي دولاب هسه. وانا اذا ما مثل ما اسلم الاوبريت. عزاك ما مثلت وما سلمت، احنا يا مالتنا. روح احكي ويا المدير. انت ليش تريد احنا نحكي وياه؟ تفضل. اقول سيد دلال هو مو عمي، ليش ما تحكي وياه تقول لي خلانا نمثل؟ لا دولاب هو اليوم معيني عمي بالبيت قومونا، انا موظفه حالي حالكم، بس ارجوكم الشركه ترى مفلسه، لازم احنا ننقذها من الافلاس، فلازم نسوي الاوبريت، لازم نتعاون كلنا. دولاب انت شويه تنازل، طينا الاوبريت اشتغلوا انت ما يخاف شوي عمو ترى طيب اقتنع. ارجوكم هسه انا مستعجله لازم اروح المجله. اشوفكم يوم الاثنين. عيوني دللتي. نعم. تحبين اوصلك بطريقي؟ عفوا وين طريقك؟ انا طريقي ايست. واني ويست. شايف؟ شفتي؟ نفس الطريق. هلا وصلك. الله يشفيك استاذ بلبل، يلا باي باي. مشيني؟ خوش رزاله. الله يشافيك يقولوا هالناس المخابير. ما يخالف، هم ما يخالف، مقبوله من عندها. اني راح امثل وياها، بس ويلي على فد ناس راح يشبعون قهر، ما راح يمثلون. اشبع قهر. لطفي باي باي، انا رايح. موت واشبع قهر وياك طول العمر، وياك وياك قلبي صدى وياك. باي. شرفك هذا ملحن لو بلدوغ. لطفي شلون يعني اذا ما لحن بهذا ما مثل بهذا الاوبريت شلون تقبل انت يعني؟ دولاب تمثل، انا احكي ويا المدير، هو شويه عصبي هسه نسيت. اريدك تفكر بالكلام اللي قلت لك اياه. انت سيد دولاب. نعم. سلم المفاتيح استاذ لطفي واطلع منا، انا ما اريد اشوف وجهك انا بعد نهائيا استاذ، بس يعني ولا كلمه. اكان فلوس. نعم استاذ. وديها للبنك، سويها ديبازت مقابل الشيكات الرواتب، فهمت؟ تمام استاذ. بدون زق نبوت، بدون فلوس للرواتب، شغل ماكو. فيا اخوك حظكم.